أهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير. النهاردة الجزء التاني من قراية الباترون. هنبتدي بأول غرزة اللي هي غرزة السلسلة. اختصارها في الباترون CH، وبيبقى الرمز بتاعها بيضاوي مفرغ. بنعمل عقدة البداية بأي طريقة احنا بنحبها، وبعدين نبدأ نعمل السلسلة زي ما انتوا شايفين في الفيديو. بنلف الخيط ونسحب ونخش من أول عقدة البداية ونسحب، وده بيبقى شكل غرزة السلسلة. طبعا احنا هنشوف ليها تطبيقات بعد كده. تاني غرزة هي غرزة الحشو، سنجل كروشيه، الاختصار بتاعها SC، علامة زائد، وفي بعض الباترونات بيبقى علامة الإكس. بنعمل أي عدد من السلاسل، بندخل في تاني غرزة، عندنا حلقتين على الإبرة، ونلف الخيط ونسحب، وكده نكون عملنا أول غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها الغرزة المنزلقة، بتبقى شكل بيضاوي أو نقطة باللون الأسود، اختصارها سليب ستيتش اللي هي SLST، وده بيبقى شكل الغرزة في الشغل. بنعمل السلاسل بتاعتنا، بعدين نخش في الغرزة التانية، نسحب خيط ونطلع من الحلقتين. بيبقى عندنا حلقة صغيرة وحلقة كبيرة، الحلقة الصغيرة من الكبيرة، وكده يبقى عملنا غرزة منزلقة. الغرزة اللي بعد كده غرزة النص عمود، العلامة بتاعتها في الباترون بتبقى حرف T، اختصارها HDC أو اختصار لكلمة هاف دبل كروشيه. بنعمل عقدة البداية والعدد السلاسل اللي احنا عايزينه. ارتفاع الغرزة سلسلتين، نلف الخيط على الإبرة، ندخل الإبرة في تالت سلسلة، بعد كده بنسحب خيط، عندنا 3 حلقات على الإبرة، نلف الخيط ونسحب منهم كلهم، يبقى كده عملنا نص عمود. الغرزة اللي بعد كده غرزة العمود بلفة، اختصارها DC لكلمة دبل كروشيه، هي حرف T وعليه شرطة مايلة واحدة بس. بنعمل عدد السلاسل بتاعنا، ارتفاع الغرزة 3 سلاسل، بنلف الخيط على الإبرة وندخل في رابع سلسلة، نسحب خيط، عندنا 3 لفات على الإبرة، نسحب خيط، نلف من 2، هيبقى عندنا لفتين على الإبرة، هنلف الخيط ونسحب منهم كلهم، وكده بنبقى عملنا غرزة العمود بلفة، وده شكل الغرزة. الغرزة اللي بعدها غرزة العمود بلفتين، الكتب القديمة بتتسمى غرزة العمود الثلاثي، بتبقى حرف T وعليها شرطتين مايلين علشان دي بلفتين. اختصار الغرزة TR اللي هي ترابل كروشيه. هنشتغل الغرزة بتاعتنا، هنلف مرتين على الإبرة الخيط بتاعنا، 4 سلاسل ارتفاع للغرزة، هندخل في السلسلة رقم 5، نسحب خيط، هيبقى عندنا 4 لفات على الإبرة، هنلف الخيط ونسحب من 2، هيبقى عندنا 3 لفات على الإبرة، هنسحب خيط ونسحب من 2، هيبقى عندنا لفتين على الإبرة، وبعد كده هنلف الخيط ونسحب من آخر لفتين، كده نبقى عملنا غرزة العمود بلفتين. ما حبيتش اطول عليكم الفيديو اكتر، استنوا الفيديوهات الجاية هتلاقوا فيها غرز أساسية وغرز جديدة بالباترون. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد بنزله. أشوفكم الفيديو الجاي.